اولا كونك كاتب كومنت زي ده فده معناه ان انت شخص محترم مش فاهم الدنيا او لسه جديد في الجيم. فانا هفهمك القصه كلها مش انت واللي زيك المقصودين، المقصود الناس اللي ما بتفهمش. انت شخص لسه داخل الجيم مش فاهم حاجه. تعال اقول لك الدنيا تمشي ازاي. انت النهارده لما تكون بتتمرن على اي جهاز في الجيم ويدخل عليك شخص يقول لك باقي لك كام دور، الصح واللي المفروض تعمله عشان حتى الناس تحبك ولما تحتاج مساعده من حد الناس تساعدك هو انك تقول له ايه، باقي لي مجموعه او مجموعتين ايا كان بقى المجاميع اللي باقيه لك، تقول له باقي لي قد كده، لو حابب تخش معايا اتفضل. خلاص انت هنا عملت اللي عليك. الشخص حابب يدخل يتمرن معاك اوكي، مش حابب خلاص هو حر، انت عملت اللي عليك. انما انا بتكلم عن الناس الكلحه اللي ما بتفهمش، اللي ما شافتش تربيه، العيال الصغيره الكلحه دي بقى. بص تلاقي الواحد قاعد ماسك الجهاز مش عايز يسيب الجهاز، اللي هو يقول لك انا باقي لي مجموعتين، لا انا باقي لي 3 مجاميع، لا مش عارف ايه، مش عايز يقوم وغيره يتمرن. طبعا احنا لازم نفهم ان الجهاز ده مش امه اللي جايبه له، الجهاز ده الجيم جايبه عشان الناس كلها تستخدمه. وانا لما بدخل الجيم انا ببقى مشترك زي اي حد، فطبيعي جدا ان من حق استخدم الجهاز مش ملك لشخص واحد، فاهمني؟ عايز احكي لك موقف بمناسبه الموضوع ده. كنت بتمرن مره في وقت الذروه، الكلام ده كان العصر، وكان في 2 رجاله عندهم من 50 ل 60 سنه كده. المهم في واحد من العيال الكلحه دي قاعد على الجهاز مش عايز يسيب الجهاز والناس واقفه، لا راعى بقى سنه ولا راعى ان هو يعني دول حاجه وهو حاجه، ما رعاش الكلام ده كله. هو لا انتوا هتفضلوا واقفين. المهم ندهوا لكذا حد سالوه في موضوع الراحه، يعني هو ماسكهم اللي اصل انا بريح مش عارف ايه، اصل انا بعمل ايه والكلام ده كله. فندهولي يا كوتش خير، انا مش مدرب في المكان. فبقول له خير. قال لي هو المفروض الواحد يريح قد ايه؟ قلت له والله حسب شده التمرين، كل واحد حسب شده التمرين وبيتحط راحته. فقلت له بصوا عموما يعني الرينج من دقيقه حد اقصى خالص 5 دقايق. قال لي لا ده الباشا بيقول ان هو المفروض يريح ربع ساعه ما بين الدور والدور ومطلوب من الناس تستناه. طب ده ينفع؟ ده ما رعاش سنهم ولا راعى اي حاجه ولا راعى اخلاق ولا تربيه ولا احترام ولا في اي حاجه. طب واحد زي ده بقى، يعني انا رديت عليه بصراحه ساعتها قلت له ارجع للمدرب اللي واقف في الجيم او انزل للاداره، بس ده عشان راجل كبير. انما انا لا، انا هرخم عليه، ولو وصلت ان امد ايدي عليك همد ايدي عليك، ما عنديش اي مشكله خالص ونقلبها خناقه. انما كونك انت عيل ما شفتش تربيه دي مش مشكلتي، دي مش بتاعتي. احنا في الاول وفي الاخر داخلين المكان ده هنقعد فيه ساعه ساعتين بالكتير. الفكره كلها بقى انت هتقعد في المكان ده ازاي؟ يعني انت مثلا الشخص الكلح ده لما بنشوفه في الجيم خلاص احنا مخنوقين منه مش حابين اصلا نشوفه. انما لو واحد محترم هتلاقي الناس بتساعدك، الناس بتحب تدعمك، محتاج مساعده هتلاقي حد بيساعدك، كل الكلام ده هتلاقي الناس حابه حتى وجودك في المكان. فكل واحد بيختار هو عايز يتعامل ازاي. انما حته ان انت مثلا تيجي تقول لي غير تمرينتك لحد ما اخلص، فده مش هيحصل لو انطبقت السما على الارض. تيجي مثلا تمسك في الجهاز وتقول لي لا اصل انا فاضل، لا انا هتمرن معاك، هرخم عليك وهتمرن معاك غصب عنك مش بمزاجك. فهنا مش المقصود انت، هنا المقصود الشباب الكلح، الشباب اللي هو بقى ايه لسه طالع له دملين ففاهم ان هو بطل عالم يعني. انما انت مش فاهم، انا قلت لك اهو تعمل ايه، بتتمرن على جهاز، حد جه يكلمك قال لك باقي لك كام مجموعه، افهم بقى وترجم ان الشخص ده عايز يدخل معاك على الجهاز، تقول له ايه باقي لي قد كذا، لو حابب تدخل معايا اتفضل. وفي الاول وفي الاخر هو ليه حريه الاختيار، اختار بقى يدخل معاك كنبه، ما اختارش خلاص. والله في ناس الواحد بيدعمها ويساعدها في الجيم من غير حاجه، مع ان انا مش شغال في الجيم، انا راجل مشترك في الجيم، بس بتلاقي شخص محترم محتاج حاجه بسيطه فما فيش مشكله اما نساعده، وعايزك تامن معاه في وزن بتاع حاجات يعني هايفه، فاهمني؟ انما العيال الكلحه دي لو الدمبل هيقع على رقبته مش هساعده. يعني انا واحد قدامي قبل كده وقع على وشه الدمبل 50 وما جريتش عليه، كان عيل كلح من العيال دي ولا اتحركت من مكان، مع ان ممكن عيل تاني بار يقع عليه فاضي مثلا، فاهمني؟ واجري اشيله من عليه ما عنديش مشكله. ليه؟ عيل محترم ما نسيبوش. فانت في الاول وفي الاخر انت داخل مكان هتكتسب فيه صحاب، فالناس دي بقى تكتسبها بحب عشان الناس تحبك، تحب تتكلم معاك، تحب تبقى تشوفك في التمرين، تسال عليك، الكلام ده كله. انما انت لما بتبقى عيل كلح احنا بنتشاهد لما انت بتدور في داهيه. والله العظيم زي ما بكلمك يعني مجال الجيمات وسخ بطريقه مبالغ فيها جدا، حرفيا بطريقه مبالغ فيها جدا. يعني انا مش فاهم في ايه بالظبط، الناس جالها هوس جالها جنان في ايه؟ ما هو في حاجه ايه بقى؟ ربنا يهديكم جميعا. في الاول وفي الاخر انا ما اقصدش ان اغلط فيك انت، انا بتكلم عن شباب الكلح، انت راجل محترم ما تعرفش الدنيا ازاي، فانا وضحت لك الدنيا ايه عشان تعمل الصح عشان خاطر الناس تحبك. بلاش تعمل زي العيال الكلحه وبس كده. مساك فل.